اهلا اهلا، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ جيت لكم فيديو جديد. لو اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي. الفيديو اللي فات بص اسمعوني كده مبدئيا كده. ما ننساش الدعاء لاهل غزه. الفيديو اللي فات في ناس كتير قالت لي ان انا اشتريت حاجات ضمن المقاطعه. بصوا الحاجات دي انا مشترياها قبل اللي حصل، بس انا الفيديو صورته في الوقت ده ونزلته. بس انا مشتري الحاجات دي من بدري، يعني ما اشتريتهاش في المقاطعه خالص. تمام. الفيديو ده بقى هنخش على شويه حلويات انا بحبها، وهقول لكم عيوبها ومميزاتها. يعني ممكن تلاقوا منتج واحد فيه 3 عيوب وفيه مميزه واحده، فاحنا كده ايه هنصنفهم مع بعض وهنشوف ايه اللي ممكن نشتريه وايه اللي ممكن نكرره تاني او لا. بس دي هتبقى حاجات من شركه واحده اللي هي تيرو شوب. عايزه اقول لكم يا بنات الشركه دي، ده مش اعلان ومش مستنيه ان انا اقول عليها اي كلام، بس بجد حلوه جدا لو انتي بتجيبي المنتجات الاصليه. لو انتي بتجيبي المنتجات الاصليه هتحسيها فرقت في شعرك وفرقت معاكي. لو انتي بتجيبي المنتجات من اي مصدر مجهول او بتجيبيها من اي مكان انتي مش واثقه فيه ما بتبقاش حلوه، يعني ما تجيبيهاش اصلا. تمام. اول حاجه كده هنخش فيها هو حمام الزيت ده بتاع تورشوب. حلو جدا يا بنات. طبعا انتوا شفتوه معايا في كذا فيديو قبل كده، وقلت لكم ان انا بدخله الماسكات في الشعر. يعني ايه؟ بعمل ماسكات كده لشعري، اللي هو زيت زيتون، زيت تروشوب، زيت جوز هند برضو من تروشوب. يعني كده بعملهم كده ميكس كده وبيبقى لطيف. اول حاجه كده يا بنات ده بيقوم باللي ليه واللي عليه بصراحه يعني. بس هو فيه عيب واحد بسيط كده. بعد ما بتحطي البرو كاب على وشك، قصدي لا على شعرك، بتحسي كده ان هو بيطلع ريحه مش لطيفه. يعني مش بتبقى ريحه الحمام الزيت خالص، يعني بتبقى ريحه مش حلوه. بس هو بنعمل شعر بيديله ترطيب، بيقوم باللي ليه واللي عليه. بس مشكلته في موضوع الريحه دي. لو انت من الناس اللي بتتقبلي تحطي روايح او روايح مثلا مش لطيفه على شعرك، في ناس ممكن تحط ماسك البيض. انا مستحيل احط ماسك البيض ده على وشي، يعني حتى لو قالوا لي هي لبني نانسي عجرم انا مش عايزه. تمام. فده حلو جدا بس بيعمل الريحه دي. انا بقى عشان اتخلص من الريحه دي عملت ايه؟ حطيت له زيت جوز الهند من نفس الشركه بتاعته. ده يا بنات هتلاقوه ب 110. هتلاقوه متوفر كده في الاماكن الكبيره اللي بتبيع مستلزمات ميك اب وكده. هتلاقوه يعني متوفر وكده. علشان تعرفوا ان المنتج اصلي ولا لا، بتدخلوا ده على جوجل وبتشوفيه اصلي ولا لا. تمام. ده يا بنات 500 مللي، يعني بيقعد معاكي فتره طويله جدا. عايزه اقول لكم ده قاعد معايا من فتره وانا بعمل كل اسبوع. بصوا ما وصلت للنص، يعني يا دوبك. بصوا النص يا دوبك. ريحته كده لطيفه، ريحته كده حلوه، بس لما بتحطيه وبيتعرض لدرجه حراره سخنه ما بيبقاش حلو. مع انه هو حمام زيت، يعني المفروض اصلا يبقى عارف ان هو بيتعرض لايه لسخونه وكده. هو حلو يا بنات، بيدي ترطيب للشعر كده. بصوا بيعزز الشعريه قوي وبيخليها غنيه. بس المشكله في موضوع الريحه. لو انت من الناس بتقبلي اشتريه. تمام. بس انا هكرره تاني. بس ممكن احط له مثلا ايه حاجه كده تبقى مثلا زيت عطري، اي حاجه كده. بس انا زي ما قلت لكم ان انا بحط زيت جوز الهند معاه. انا طبعا بحط زيت جوز الهند اللي هو برده من تروشوب. حلو جدا، بيبقى مختوم من هنا. انا جايبه الصغيره وقاعده معايا فتره طويله جدا. يعني انت ما تجيبيش الكبيره وتقولي لا الكبيره عشان تقعد معايا فتره، لا. الزيت ده يا بنات عشان تعرفي ان هو اصلي بيتجمد. طبعا عايزه اقول لكم ان هو سايل كده، ان هو قاعد في درجه حراره، يعني اكنه قاعد في فرن بالظبط. فعشان كده هو سايب كده. بس عايزه اقول لكم تحفه جدا حلو جدا. هو قاعد معايا بقاله فتره طويله. كنت جايباه ب 100 جنيه او ب 110. كنت جايباه من بيج اسمها زيوت هندي، والبيج دي المحل بتاعها في جسر السويس. وايه تاني هقول لكم فين، مش فاكره يا ربي، في جسر السويس وحاجه شبه كده. بصوا عايزه بس اقول لكم هو كام ملي. هو 200 ملي، يعني هيقعد معاكي فتره طويله جدا. وممكن كمان تدخليه الماسكات، تدخليه لاي حاجه. بس عايزه اقول لكم حلو وتحفه وجميل، وكمان بيقعد فتره طويله. يعني هعيد لكم مره تانية ان هو بيقعد فتره طويله. بصوا الزيت ده حلو جدا للناس اللي عايزه تعالج شعرها من الهيشان وعايزه شعرها يطول ومثلا عندها فراغات كده. الزيت ده حلو جدا. بس برضو المشكله في ايه؟ في ريحته. يعني ريحته لو انت حطيتيه بالليل كمعالج وجيتي الصبح عشان تغسلي مثلا شعرك منه، بتلاقي يا الله ريحه شعرك مش لطيفه. يعني انا ممكن اكون مقفوره في الجمله
لان انا واحده فعلا فعلا ما بستحملش الروايح اللي مش حلوه خالص خالص، اعزكم الله يعني. بس يعني ايه، مش عارفه، بس انتي ممكن تحبي ريحته او ممكن ناس تحب ريحته، بس انا كايمان بصراحه يعني ما بستحملش احطه على شعري اكتر من ساعتين. لو قعد عن الساعتين بيطلع كده ريحه بجد بتزعجني. تمام. عايزه بس اقول لكم على حاجه تانية جبتها من تروشوب. احنا معانا في الفيديو ده 4 حاجات، شفتوا؟ انا مشتريه 4 حاجات من تروشوب. تمام. مشتريه الشامبو العشبي ده، بجد يا بنات ايه الوهم ده، ايه الوهم ده، لو شفته هجربه تاني. تمام. انا كنت مشترياه يعني ايه، قلت لا ده ب50 جنيه اكيد مش الاصلي، فاشتريته. وعايزه اقول لكم يا بنات تحفه، يعني خلى الشعر تحفه تحفه جدا. تحسي كده ان هو يعني ايه، بيخلي الشعر كده يبقى ويفي كده وحلو قوي قوي. فاهمين كده؟ عارفين اللي هي بتزيق من النظافه، هو بيعمل كده. ده يا بنات هتلاقوه ب50 جنيه. ده 200 ملي برضو، مش عارفه ده 200 برضو ولا ايه. 200 مكتوب عليه 200. حلو جدا. انا بصراحه مش بستخدمه على طول، يعني مش بستخدمه اللي هو يوم بعد يوم بيبقى مثلا الشامبو بتاعي المعتاد، لا انا بستخدمه مثلا كل اسبوع مره، لاني انا بجد حسيت ان الاعشاب اللي فيه حلوه جدا جدا جدا، فان هي هتبقى تقيله على فروه راسي، يعني تبقى تقيله على الفروه نفسها. فما حبيتش ان انا ايه استخدمه كمعتاد. يعني انا دايما بستخدم منك، بستخدم حاجات من دي اللي هو مثلا ايه كل يوم اي حاجه. بس ده بقيت استخدمه كل اسبوع، مع طبعا بعد ما بستخدم حمام الزيت ده، وبعد كمان ما بستخدم ال ثواني كده عشان اركز الزيت وكده. يعني بخلي يوم مخصص لتروشوب. يعني كل المجموعه دي اشتروها، حلوه جدا على فكره. كل اللي معانا في الفيديو ده للشعر، الزيت للشعر، وكمان ممكن تستخدميه لجسمك، ممكن كمان تدخليه الماسكات لوشك. عايزه اقول لكم حلو حلو قوي قوي قوي، والزيت بيقعد معاكي فتره طويله. فانا وهو بقول لك ما تجيبيش الكبيره. يعني لو لقيتي الصغيره ما تقوليش لا انا مش عايزه الصغيره فتجيبي الكبيره، لا الصغيره دي بتقعد معاكي فتره طويله قوي. يعني حتى لو انتوا اختين في البيت لا اشتري الصغيره، بتقعد فتره طويله. انا بستخدمها يعني عايزه اقول لكم بكميات، ممكن الماسك الواحد احط فيه 4 معالق بس. بجد حلوه حلوه جدا وبتقعد فتره طويله. يلا بينا كمان نشوف الكريم العشبي ده. عايزه اقول لكم ده وده مع بعض بيخلوا شعرك يعني تحفه، جربيه. الكريم ده يا بنات هو بيدي ترطيب وتمام، يعني بيديكي ترطيب، بيخلي شعرك سايب، بس في وقت ما بتستخدميه بس. يعني في وقت ما بتستخدميه بس، يعني الساعه اللي بتستخدميه فيها ما بيبقاش حلو اللي هو مثلا بيدوم معاكي 3 4 ساعات. ان انت ممكن تعدي العيب ان هو مثلا ايه ما بيديكيش ترطيب يوم كامل، ما بيديكيش ترطيب مثلا على بال ما تستحمي تاني، لا بيدي ترطيب ساعة واحدة بالظبط، يعني ما بيبقاش اكتر. تمام. وتحسيه كده اللي هو ايه بيغير لون شعرك. عارفين الاحساس ده اللي هو مثلا بيلم كده وبر او تراب لشعرك، فبيبقى مجذب شوية للحاجات دي. فانا بصراحة ما حبيتوش، مش هكرره تاني. هو حلو بس انا ما حبيتوش، يعني ما حبيتش ان انا ان هو مثلا حاجة تغير لي شعري او حاجة ترطيبها يدوم ساعة واحدة. بس بقى يا بنات ده كان فيديو النهارده. عجبك الفيديو ما تنسوش الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. مع السلامه.